اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، وهدفي هنا في القناه اني اخليك احسن نسخه من نفسك جسديا وذهنيا. تعالوا نشوف هنتكلم في النهارده. النهارده انا جاي اقول لك على الحل السحري اللي هيخليك تزيد عضلات من غير دهون، وكمان تحرق الدهون اللي في جسمك، وكل ده في نفس الوقت. اول حاجه، تغذيتك لازم تبقى 10 من 10، 9 من 10، لا 10 من 10. لازم تدخل جسمك في كالوري ديفيسيت، يعني تاكل اقل من احتياجك اليومي من السعرات الحراريه. ساعتها هتجبر جسمك مع اي مجهود يحرق من الدهون، تنفع مطلع اغنية والله. وكمان تدخل احتياجك اليومي من البروتين عشان تزود العضلات، او في اسوأ الحالات تحافظ على العضلات الموجوده ما تخسرهاش. هو ازاي يا سيف احسب البروتين اللي انا محتاجه؟ اقول لك اضرب وزنك في 2.2 والناتج اللي هيطلع ده عدد الجرامات البروتين اللي انت محتاج تاكلها على مدار اليوم. تاني حاجه، استرجل في التمرين. عايزك تفرم حديد وتشيل حديد كويس جدا بأداء صح واوزان مناسبه، عشان تعمل تحفيز للنشاط العضلي ولعمليه البناء العضلي، عشان ما تخليش جسمك يحرق من العضلات. رابع حاجه، اهتم بالكارديوتيفيتي بتاعتك. يعني ايه؟ احسن كيس هنا ان احنا نلعب على نظام الهيت. سي مثلا هتطلع على التريد ميل دلوقتي، يبقى دقيقه جري ودقيقه مشي، دقيقه جري ودقيقه مشي، دقيقه جري ودقيقه مشي. ده نظام الهيت. خامس حاجه، اعمل نظام تمريني لنفسك، عشان خاطري ما تتفرجش على تمارين على اليوتيوب وتيجي تجربها على نفسك. صدقني مش هتلاقي اي فايده، لان في الغالب التمارين دي بتبقى مناسبه للاشخاص اللي هم نزلوها، مش ليك انت. نظام التمرين ما بيبقاش عشوائي، بيبقى معمول ليك مخصوص. لو انت اسمك محمد فبيبقى معمول ليك مخصوص يا محمد، علشان خاطر يعالج نقط ضعفك ويقوي نقط قوتك، فيعمل توازن في الشيب بتاعك. طبعا هنا هتقول لي يا كابتن انا ما بعرفش اعمل نظام تمرين لنفسي. هقول لك اكيد غشيم ومش عامل لي فولو على الانستجرام. هسيب لك اللينك على الانستجرام تحت في صندوق الوصف، تعمل لي فولو وتبعت لي في الدي ام قول لي انا جاي من اليوتيوب ظبطني يا كابتن. سادس حاجه معانا، اهتم بالراحه والريكفري. لازم على الاقل تاخد من يوم ليومين راحه في الاسبوع من التمرين، ولازم تنام من 6 ل 7 ساعات بالليل، عشان في هرمونات معينه بتشتغل في الجسم مفيده لينا وللريكفري بتاعت المسلز بتاعتنا. ابعد عن الضغط والاسترس واي توتر خالص، عشان ما يفرزش عنك هرمون الكوليسترول ويحصل لك هدم عضلي. سابع واخر حاجه معانا، تشيك يور تراك ويكلي. لازم على الاقل كل اسبوع تشوف انت عملت ايه. هات نوتة صغيرة واكتب فيها انا النهارده اتمرنت بنش بريس ب 30 كيلو، ولعبت ماشين فلاي ب 30 كيلو كده. واقعد اكتب كل حاجه، كلت ايه، نمت قد ايه، اتمرنت قد ايه، حرقت قد ايه كل يوم. وتعالى كل اسبوع شوف نفسك انت بتتطور عن الاسبوع اللي قبله، ولا واقف ولا متاخر. لازم تتابع نفسك. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو باي حاجه او استفدت منه، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه.